السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. وصفة اليوم كما تشوفوا من أروع الوصفات الصحية. حبيت نفيدكم بها، خاصة الناس اللي يعانوا من فقر الدم، الناس اللي عندهم هشاشة العظام، الناس عندهم نقص فيتامين د، الناس اللي يتعبوا بزاف، الناس اللي حاسين دائما بالفشلة. راح نديرو سموثي او مش عصير لكن سموثي لانه مركز. هذا راح يفيدكم بزاف. خلاص، وصفة صحية بامتياز، ما عندهاش منافس. صدقوني الخضر أهم حتى من اللحوم. علاه؟ لأنه الخضر فيها مواد مضادة للأكسدة، يعني تمنع تحمي الجسم من الأمراض الخبيثة. يعني أهم، صدقوني. ممكن اللحوم، يعني اللي ممكن تشوفوا اللحوم باللي هي فيها فايدة كبيرة، لكن اللحوم ممكن تكون سبب أحيانا في الأمراض الخبيثة، لكن الخضر مستحيل انها تتسبب في الامراض، بالعكس تفيد الجسم، تعطيله حصن مناع ضد اي امراض وفيروسات. كما تشوفوا هنا المكونات، كما هنا عندي الزبيب. الزبيب من اروع الوصفات، خاصة الوصفة الشتوية حتى هو بامتياز. فيه فيتامين سي، فيه المعادن، فيه الالياف، مضاد للأكسدة كما قلت لكم، مليح لهشاشة العظام، فيه نسبة كبيرة من الكالسيوم، يفتح الشهية، وفي نفس الوقت فيه نسبة دهون قليلة. كما تشوفوا الجزر والكابويا والقرع الأحمر فيهم فوائد كبيرة، كنت تعرفوها وكنت ذكرتها من قبل. كما الجزر مفيد للنظر، مفيد فيتامين د المعروف، والشمندر خاصة للأولاد مليح، يعني يزيد من النشاط ومن الذكاء. البرتقال غني عن التعريف، يعني فاكهة شتوية معروفة، غنية بفيتامين سي. المعدنوس أيضا غني بفيتامين سي بنسبة كبيرة. خلاص، مليح للكلى، مليح لتصفية المسالك البولية وتصفية الكلى. الشمندر ثاني، اللي هو أساس الوصفة هذه، عليه حطيته بكمية كبيرة. الشمندر أو الباربة أو البيتراف كما نقولوا حنا، فيه مليح للفقر الدم، فيه نسبة الحديد عالية، لأنه يساعد في تكوين مادة الهيموغلوبين في الدم، ينظف الكبد، ينظف الكلى، ينظف البنكرياس، يعني فيه فوائد عظيمة، بخلاف الألياف اللي في المواد هذه كاملة اللي حطيتها، اللي تساعد في الهضم وتفتح الشهية وتعالج الجهاز الهضمي. المهم قلت لكم هذه هي قنبلة رمضان الحقيقية. يعني اللي يحب تنحي الوكل الإرهاق خاصة في رمضان، يقدر يدير مركز كما هذا ويخبيه كل يوم يجبد يدير منه. نسيت ما ذكرت لكمش تفاح، انا درت حبه واحده فقط. عندنا راهو غالي فوق ما تتخيلوا التفاح، راني درت حبه واحده فقط. كما تعرفوا ثاني التفاح غني بفيتامين سي، غني بالالياف، غني بالكالسيوم، بالمغنيسيوم، فيه فوائد كبيره. وكاين حاجه اخرى حبيت نقولها لكم، اذا حابين يجيكم بنين اكثر العصير هذا، كثروا من البرتقال، من التشينه. الوصفة هذه درت كلش، يعني ماهوش طايب كلش، المكونات اللي حطيتها كامل، حتى البيتراف حتى الجزر درتهم، ما طيبتهمش. يعني هذه الوصفة الحقيقية الصحية، يعني للناس خاصة اللي عندهم أمراض كما قلت لكم، فقر الدم وهشاشة العظام ونقص فيتامين د. لكن اللي حابة يعني ديروا شغل عصير أو سموثي هكا بنين، طيب البيتراف وطيب الكابويا وطيب الجزر، كما ما يلفنا ندير لكم هذاك العصير تاع الجزر والكابويا.
ثاني بالطريقه هذه كي طيبيهم راح يترحوا، ما يقعدولكش هاك الحبيبات هذوك اللي يقلقوا لولادنا. واحده من الناس ولادي يكرهوا اي عصير فيه هاك الحبيبات الصغار، ما يشربوه ليش، لازم يتصفى. بصح كي طيبيهم راح يترحوا. يعني كما تشوفوا هنا الكميه كبيره، نورمالمون نرحي بالنص، لكن انا كنت مزروبه، درتهم ضربه واحده. ولازم تضيفي الماء، متكثريش كما قلت لكم، ما يجيش عصير خفيف، يجي سموثي هكا ثقيل. لازم كميه تاع ماء باش يترحى. وانا درت البيطراف او الشمندر هو اللي لتحت، لانه صحيح ويحب له باش يترحى. طبعا نفتح في السرعه الاولى ومن بعد نزيد تدريجيا. وباش تكون يعني الوصفه هذه صحيه 100%، ما تضيفي حتى كميه تاع سكر. اصلا الفواكه فيها نسبه من السكر، خاصه الزبيب فيه نسبه من السكر عاليه، يعني تشرب كيما هكا الناس اللي حابين يعالجوا. بصح الاولاد طبعا مستحيل يشربوه الكوك، يعني من الافضل اللي عنده العسل اللي يحليه بالعسل، واللي ما عندوش يضيف لهم شويه سكر. وايضا اذا حابه الاولاد يشربوه كيما قلت لكم، ما تكثروش كميه البيطراف او الشمندر اللي هو الباربا كيما درت انا، ديروا كميه قليله باش يجي بنين، يعني تتغلبك الفواكه على الخضر. هنا بعد ما كملته راح نخبي المركز هذاك، نخبيه في الفريجيدير، كل مره ندير منه شويه، وراح نخلي كميه في الطاس ونضيف لها شويه، نخففها شويه بكميه تاع الماء. وهنا راح نحكي لكم على الكارثه اللي صارت لي في الاخير. انه بعد ما كملت، لاني انا كنت حاربت الماء، والليغون هذاك اللي لابساته تبلل لي بالماء. كي هزيت القرعه باش نمسحها، زلقت لي من يدي وطاحت، وراحت هاك المركز. القرعه تاع المركز كامل راحت، خساره. يعني بقى لي غير هذاك الشويه اللي في الطاس. المهم الحمد لله اني كملت الوصفه قبل ما تصرى الكارثه. ونتمنى تكونوا استفدتوا منها. وصدقوني هذه هي أهم حاجة، يعني تقدروا تخبوها رمضان أفضل من أي حاجة تخزنوها. هذه هي اللي تفيدكم صح في صحتكم. وكما قلت لكم كما الخضرة راهي رخيصة، صح الفاكهة غالية شوي، لكن تقدري ديري ما تكثريش، ديري كمية قليلة، شوي من حتى تحصلي على كمية كبيرة تاع سموثي. فقط نذكركم تحطوا لايك قبل ما تخرجوا من الفيديو، مع تحياتي.